كان يا مكان. كان في مكتبة في مدينة. جوه المكتبة دي كان في كتاب شكله حلو قوي، من بره شكله جميل، الغلاف بتاعه حلو جدا جدا، لكن كان كل ما حد يجي يمسكه يسيبه. حد صغير يجي يمسكه يفر فيه يسيبه، حد كبير يجي يمسكه يفر فيه وبرضه يسيبه، لان كان الكتاب من جوه فاضي، ما فيهوش ولا كلمة ولا حرف مكتوب. وفي نفس المكتبة كان في دواية حبر، صاحبها سابها ونسيها. وفي يوم من الأيام حد مسك الكتاب كالعادة، فر فيه وحدفه، وقع جنب الدواية. الكتاب والدواية اتصاحبوا على بعض، وبقى هما الاتنين يشكوا حالهم لبعض. الكتاب يقول محدش عايز ياخدني لأني مش مكتوب فيا ولا كلمة، والدواية تقول نسيوني وسابوني ومحدش بقى بيستعملني. وفضلوا على الحال ده مدة طويلة، لغاية ما في يوم من الأيام ريشة بجعة طارت 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 لغاية ما وقعت جنب الدواية والكتاب، وكانت حزينة قوي، وقعدت تعيط على البجعة اللي سابتها وطارت من عندها، وإن هي بقت وحيدة ومش لاقي حد جنبها. وقعدوا هما التلاتة يشكوا حالهم لبعض ويعيطوا مع بعض. فضلوا كده مدة كبيرة 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 لغاية ما الريشة زهقت من الحزن والنكد، وقررت ان هي عايزة تغير حالها لان هي زهقت. وقعدت تفكر ازاي تغير حالها ده، وجات لها فكرة. قالت ان هي والكتاب والدواية ممكن هما التلاتة يشتغلوا مع بعض ويطلعوا حاجة حلوة. وقرروا ان هما يكتبوا هما التلاتة حدوتة. فتح الكتاب احلى صفحة عنده، ودبت الريشة سنها في الدواية، وكتبوا احلى حدوتة عن 3 اصحاب غيروا حياتهم بنفسهم. وكان في الوقت ده مدرسة داخلة المكتبة تدور على اي حاجة تساعدها علشان تلفت نظر طلابها ويسمعوها كويس. مهم دورت لفت نظرها طبعا الكتاب ابو غلاف حلو، وفتحته لقت فيه حدوته جميله. اخدته واخدت معاه الدوايه والريشه، وطلعت على المدرسه وحكت لطلابها الحدوته الجميله بتاعت ال3 اصحاب اللي غيروا حياتهم بنفسهم. وفعلا المدرسه بقت مبسوطه جدا بالكتاب والدوايه والريشه اللي هي اشترته، وروحت اخر الليل بيهم. وهي نايمه كتبت الريشة والدواية والكتاب حدوتة جديدة، وبقى كل يوم الريشة والدواية والكتاب يكتبوا حدوتة جديدة للمدرسة. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. يا رب تبقى حلوة ومش ملتوتة. أشوفكم المرة الجاية. سلام.